السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم، مرحبا في قناتي قناة المرأة في فيديو جديد ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو ان شاء الله غيكون هاد المرة خاص بالطبخ، اي الاكل، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الوصفة اليوم ديالنا كما كتشوفوا معايا في الصورة غادي يكون عن لحم، لحم في الفرن بالمغربي اسمه كوتليت. تبعوا معايا تشوفوا الطريقه، ونتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف. نحتاجو اللحم، احنا بالمغربي كنقولوا له كوتلات. غنحتاجو زيت الزيتون، نحتاجو صوص صويا. صوص صويا ممكن تستغنى عنه الا كان غير متوفر. الفلفل الاسود، الملح والبصل حسب الكميه بتاع اللحم. انا هنايا درت 4 بصلات بس صغيره، وندوزو للتحضير. نعملو الملح وفلفل اسود، طبعا اللحم يكون قبل غسلته. كيف كتشوفوا معايا انا درت شويه صحن خاص بالفرن، درت فيه شويه زيت الزيتون. غنفرش فيه البصل، فكتجي الاكله هائله هائله يا البنات. هي بسيطه وسريعه وفي نفس الوقت لذيذه بزاف، وما فيهاش مكونات كثيره. فقط نديرو اللحم على هذا الشكل. فنزيدو عليها صوص صويا. طبعا صوص صويا اختياري يا حبيباتي، انا كنستعمل صوص صويا في جميع الاكلات ديالي. انا بالنسبه ليا صوص صويا حاليا ضروريه، كيعجبني داك الاضافه اللي كتضيف الاكل، اللذه اللي كتضيف الاكل، واللون، خصوصا اللون اللي كتضيف الاكل. فاحنا غنغطيو الصحن خاص بالفرن بالبابي الومنيوم. اذا كان غطاء خاص كاين مع الصحن، فنضيفوا الغطاء غيكون احسن واسهل، وطبعا صحي اكثر. فحنا كنكونوا قبل سخنا الفرن وغادي ندخلوه للفرن، نخليوه يطيب. من اللي غادي يطيب غنحيدوا عليه بابي الومنيوم ونطفيوه لتحت ونشعلوا الفوق حتى يشد اللون الذهبي ديالو. شوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. انا رافقت معها بطاطا مسلوقه وميم طون مقرمشه. انا سلقتها وقطعتها على 4 اطراف وقليتها في الزيت كي تقرمش فقط. في لاحظتوا معايا في الداخل ديالو ما كيشربش الزيت، ماشي مزيت الداخل. ونتمنى هذه الوصفه تعجبكم باذن الله، وبصحه وراحه.